السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة كاست سينما. أنا أحمد سليمان في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن أفضل مسلسلات كوميدية مصرية جديدة، وسبق وعملنا سلسلة بنتكلم فيها عن أفضل مسلسلات مصرية كوميدية، وعملنا جزئين تقدروا تتفرجوا عليهم. وكمان عملنا أفضل مسلسلات مصرية كوميدية قديمة، بس النهاردة الوضع مختلف لأننا جايبين مسلسلات جديدة جدا. حط لايكك الجميل واعمل لنا اشتراك، وكمان فعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد. اللعبة، مسلسل اللعبة من أجمل المسلسلات الكوميدية المصرية الجديدة، وبفضل الله من نجاحه اتعمل 4 أجزاء منه، وفي أنباء عن جزء خامس. المسلسل بيتكلم عن 2 أصحاب، وسيم ومظهر أو مازو. وسيم الراجل المجتهد في شغله وبيته، وكمان عاقل وهادي، عكس مازو الراجل المتهور اللي دايما بيحب يلعب وبيحب الهلس، وده بيخليه فاشل في بيته وشغله، لحد ما بتحصل لهم حاجة غريبة بتجرهم لحاجات كتير، وبتخليهم يضموا باقي العيلة معاهم، وكمان أصحابهم في العمل والدراسة. تقدروا تتفرجوا على سلسلة المسلسل على شاهد. بابا جه تقريبا بالنسبه لي مسلسل بابا جه هو من افضل مسلسلات رمضان، ودايما اكرم حسني بيعمل في رمضان مسلسلات اوقات ما بتاخدش حقها زي مكتوب عليا والوصيه وغيره، بس المره دي المسلسل بيناقش قصه حقيقيه موجوده في اطار الكوميديا، بتدور احداثه حول هشام رئيس الفندق اللي ساب شغله بسبب كورونا، وبيفضل يتكبر على كل الوظائف، وده بيخليه انتخ، ومراته المدرسه هي اللي بتصرف على البيت، وده بيزعل مراته وبنته اللي بيكون نفسها تغيره، فبيبدا يلاقي نفسه بيدخل في قصص بسبب ابن عمته، بيعرف وقتها قيمه الشغل وقيمه العيله اللي دايما بيتجاهلها. وبرضه المسلسل 15 حلقه، خالد نور وولده نور خالد. انا كنت اتمنى كريم محمود عبد العزيز وشيكو يعدوا بالمسلسل ده اعلى من كده، لكنه لحد الحلقه 14 من اجمل مسلسلات الكوميديا. بتدور احداث المسلسل بين خالد مهندس بيتنقل الشؤون بسبب غلط عمله في الشغل، ونور مهندس الصوت اللي بيكون متربي في ملجأ وناسب بنته، لكن بتحصل حاجه غريبه بتجمع خالد بنور، وبيفضلوا مع بعض لنهايه المسلسل. وده برضه مسلسل قصير و15 حلقه. على باب العمارة بيبدأ المسلسل مع العمدة ابن العمدة عوض سعفان أبو حامد، ابن العمدة المدلع اللي دايما بيصرف فلوس أبوه ومش متحمل أي مسؤولية، لدرجة إن ابن عمه بيعاير أبوه وبيقول له أبو البنات، وده بيخلي أبوه مش طايقه، وهو شايفه بيوزع الفلوس على الناس وبيحرمه من الميراث، غير إنه بيدبسه في حاجة الهدف منها إنه يكون راجل يشقى ويتعب، وكمان يقدر يجيب الفلوس. المسلسل جميل جدا وقصير، 10 حلقات، تقدروا تسمعوه على واتشت. أشغال شقة، مسلسل أشغال شقة بطولة هشام مجدي وأسماء جلال. بتدور أحداث المسلسل بين دكتور المشرحة حمدي ومراته المذيعة ياسمين، ومعاهم قريب حمدي من بعيد عربي. لما بتحصل حاجات بتخليهم يلجأوا إنهم يجيبوا حد يساعدهم في البيت، بس كل شخصية بيجيبوها بتكون جاية بمشاكلها، خصوصا وإن حمدي بيغطي على مامته إنهم هيجيبوا حد يساعدهم، غير عربي اللي مزهقه في شغله وفي بيته وفي عيشته. المسلسل قصير 15 حلقة بس. ديبو، بيضطر ديبو الشاب المتهور واللي مش بيعجبه حاجة إنه يقدم في مكتب توظيف، وده للبحث عن وظيفة مناسبة، فبتجيله وظيفة في فندق براتب كويس علشان يسدد الديون اللي عليه. بس بتحصل له صدمة لما بيعرف إن الفندق ده خاص بالحيوانات، وبتبدأ هناك قصة كبيرة قوي بيدخل نفسه فيها. المسلسل قصير 12 حلقة، وتقدروا تخلصوه في قعدة، وكمان تقدروا تتفرجوا على المسلسل على يانجو بلاي. البيت بيتي الجزء الثاني، بعد النجاح الكبير للجزء الأول واللي اتعرض سنة 2022، اتعمل لنا جزء تاني بنفس الأبطال بعد ما ورث كراكير القصر من والده، وكمان بينو أو شوقي رجع ورثه. بتتغير حياتهم تماما، لكن بتحصل حاجة بتجمعهم مرة تانية، وبتبدأ قصة جديدة سببها أبو بينو وجدهم، ولازم يحلوا اللغز علشان يقدروا يستمتعوا بالفلوس، كل ده بمساعدة أشرق. المسلسل قصير 10 حلقات، وتقدروا تتفرجوا عليه على منصة شاهد. كوبرا بطولة محمد إمام اللي رجع بعد النمر في 2021 بعد سنتين غياب، راجع بمسلسل كوبرا. مسلسل قصير 15 حلقة، بتدور حول علي اللي بيستلم مسؤولية عيلته من صغره، وبيعمل أي حاجة علشان يعلم إخواته أحسن تعليم، وكمان ما بيخليش حد من أهله محتاج حاجة، لدرجة إنه بيدخل السجن بسببهم، بس ده بيخليه يدفع الثمن الكبير ويدخل في قصص كبيرة تانية. بالطو، بعد ما خلص عاطف كلية طب وبقى طبيب حديث التخرج، بيلاقي التكليف بتاعه في قرية ريفية في محافظة كفر الشيخ، فبيضطر يروح ويطلب النقل من مدير الوحدة، لكن أول ما بيوصل بتحصل له حاجة بتخليه هو مدير الوحدة بعد ما بيمضي أوراق استلامه العمل، وبيضطر يعيش باقي وقته هناك. في إطار الكوميديا بيتعرف على كل الدكاترة والممرضات، وكمان بيكتشف فساد في الوحدة وفي القرية كلها وبيقدر يعالجه. المسلسل قصير 10 حلقات، وتقدروا تتفرجوا عليه على منصة واتشت. موضوع عائلي الجزء الأول، إبراهيم شيف في مطعم كبير، بتجيله أخبار من حماه إنه طالبه. أول ما بيوصل بيلاقيه بيخلص وبيقول له على السر الغريب، وهو إن مراته كانت حامل، وإنه خبى عليه، وإنه عنده بنت اسمها سارة، ومراته خلفتها قبل ما تموت وجدها هو اللي رباها، وإنها قاصر مش هتقدر تستفيد بالميراث، علشان كده بيكون هو الوصي عليها، وبيضطر يكذب عليها، وبتتنقل علشان تعيش معاه، وبتحصل حاجات كتير مضحكة. المسلسل قصير 10 حلقات، وتقدروا تتفرجوا عليه على شاهد.
شاهد. موضوع عائلي الجزء الثاني. بعد سنتين من اكتشاف سارة سر ابراهيم، بيوافق ابراهيم على جوازها، بس بعد كده بيكتشف انه ممكن ما يحضرش يوم الفرح او ممكن ما يكملش كتير معاها، وفي المسلسل هتعرفوا ليه. الجزء ده كمان قصير 12 حلقة، تقدروا تتفرجوا عليه على شاهد. ولحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لنا احسن مسلسل سمعتوه من المسلسلات دي او احسن مسلسل كوميدي سمعتوه عامة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في امان وسلام. سلام.